شايفين الجمال ده؟ دي اجمل سلطة بابا غنوج. عملتها من حاجة كنت برميها. انا قررت ان انا اعمل محشي بتنجان ومعاه شوية من الفلفل. فلقيت ايه قلب البتنجان كده شكله حلو وجميل، فقررت ان انا مرمهوش، قلت حرام ولا برضو بواقي الفلفل دي. قلت انا هاخدها هعمل بيها وصفة حلوة قوي ويكون طعمها جميل ونستغل كل حاجة عشان حرام تترمي. جبت هنا معايا حوالي كده 3 معالق من الزيت، مش هتحتاجي زيت كتير ولا اي حاجة. وهنزل بطماطمايه ومعايا بواقي فلفل ومعايا بتنجان. وتقدري على فكرة تعملي الاكلة الجميلة دي ببتنجان من الاول كده، تقطعي بتنجان وتعمليه مكعبات وتحطيه. انا حمرتها كده شوية وشوحتها في شوية الزيت الصغيرين دولت، يا دوبك كده ابتدوا يتبالوا معايا. ورحت حاطه لهم شويه كده من الميه، حوالي ربع كوبايه ميه. وهقلبهم، واول ما يغلوا كده في بعض بروح موطيه النار عليها وبسيبها بقى تستوي كده على مهلها وهي متغطيه، لغايه لما شربت شويه الميه اللي بقت فيها، والفلفل تري خالص والبتنجان تري. وكمان الطماطم شلت بقى اي قشور كده من الطماطم وقشرة، لو الفلفل مطلع قشور كده بشيل قشرة الفلفل وقشرة الطماطم، وبتبقى معايا طرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بروح جايبة بقى ايه شوكة وبهرسها كويس جدا جدا كده، لغاية لما خليتها كلها حاجة واحدة. دخلت الطماطم في الفلفل في البتنجان كده وبقت معايا حلوة قوي. رحت جاية بقى عشان احيقها، جبت معلقتين كده كبار من الطحينة. دي انا عاملاها كده صيامي، لو انتي حابه تعمليها في فطار معاها معلقتين زبادي هتبقى حلوه قوي. رحت حاطه رشه من الملح ورشه من الفلفل ورشه من الكمون وعصره كده ليمون، واقلبهم كويس جدا مع بعض. بصوا في لحظه كنت مخلصه وما رميتش حاجه وما هدرتش اي حاجه، وكان عندي كمان شويه عيش كده محمصاهم، اكلتهم معاهم كان طعمهم تحفه. يلا بقى قوموا اعملوهم وقولوا لي ايه رايكم.